بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا وحبايب القناة، معايا النهاردة مقرمشات اللي بنجيبها من المخابز والأفران بطريقة سهلة وجميلة جدا. تابعوني عشان تعرفوا المقادير. معايا كوباية دقيق، معايا ربع معلقة بودر، معايا ربع ملح، معايا كوباية جبنة رومي مبشورة. ونقلب كويس وبعدين نحط نزود 3 معالق كبار من الزبدة، زبدة أو سمنة، لا بس هو يعني يفضل زبدة عشان ما تجمدش في التلاجة. تمام. وبنفركها كويس لما بتبقى زي البسيسة كده. وبنزود معلقتين مية ساقعة، مية ساقعة من التلاجة، يعني نطلع ازازة مية ساقعة من التلاجة ونزود معلقتين. وبنعجن لحد ما بتبقى العجينة متماسكة وناشفة شوية. تمام. بنحطها في كيس وبنسيبها ترتاح في التلاجة 10 دقايق، وبعدين بنطلعها عشان نشكلها. انا دلوقتي فردتها بالنشابة وهنقطعها على هيئة مربعات. وطبعا اللي اتبقى من العجين هشكله تاني، وتقطعيها مربعات صغيرة كده زي ما قطعتها بالقطاعة. وبأي شاليمو بتعملي إخرام على أساس يعني بيبقى لها شكل. الشكل ده لذيذ جدا وبيفضل زي ما هو بعد الخبيز. بأي سكينة بقى عريضة وبتطلعي الأشكال دي، وبتكون الصينية مدهونة شوية زيت وبتفرديها على الصينية. بنقطعها برضو بشكل تاني. لما بنيجي نفرد الكريم شانتيه على التورته بنسويها بالقطاعه المعينه كده، بنجيبها من مستلزمات الحلواني. فهوريها لكم. برضو ممكن نقطعها مثلثات، جميل جدا، او باي حاجه ممكن برضو بالسكينه نقطعها مثلثات. تمام. برضو تفرديها بالنشابة وتعمليها على هيئة مربع عشان تساعدك. طبعا الشكل المربع بيساعدك في أشكال صغيرة أكتر من المدور. لو المدور بقى هتشكليها بالقطاعة بتاع المعجنات أو البسكوتات، اللي هي القطاعات الصغيرة دي. تمام. إنما النهاردة أنا هشكلها على هيئة مثلث ومربع. تمام. برضو بنشيل الزوايد على اساس انها تبقى مربعه، وبنعملها مثلثات. وبرضو بنستعمل الشاليموا او بنستعمل اي حاجه. ممكن الخله بتاعه الشيش تاووك ممكن برضو نعمل بيها الاخرام دي، او زي ما انت شايفه كده المثلثات دي وعملت لها خرام بيبقى شكلها ظريف جدا برضو. تمام. القطعه بقى اللي متبقيه بنفردها برضو بالنشابه وهنعملها على هيئه صوابع صغيره قوي. برضو هنعمل لها خرام بالشاليمو. بعد الخبيز بقى بيبقى شكلها جميل جدا جدا. الحاجات دي بنجيبها غالية، وبنجيبها طبعا بيبقى طعمها مش طعم البيت خالص. بيبقى طعمها لذيذ بس صدقيني لو جربتيها في البيت حاجة تانية خالص بجد. اعمليها بقى وفرحي ولادك واسرتك. بعد ما عملنا الاشكال دي بناخد بياض بيضة عليها نقطة فانيليا، وبنعمل بالفرشة، بندهن بالفرشة عشان نرشها سمسم أو حبة البركة، يعني حسب ما بيحبوا الولاد عندك. في ناس ما بتحبش السمسم، يبقى خلاص مفيش داعي انك تحط لها سمسم. ممكن تدينيها كده عشان تحمر يعني. بس انا هحط شوية سمسم وبرضه هحط شوية حبة البركة، وبتدخليها الفرن مفيش 10 دقايق وبتطلع زي ما انت شايفة كده، مخرمشات جميلة جدا. جربي الوصفة وان شاء الله هتعجبك جدا. اعمليها لولادك وما تشتريهاش، اعمليها في البيت وان شاء الله الطعم يعجبك جدا. واكتبولي في التعليقات، واشوفكم على خير وبألف هنا وعافية.